انت مكروه ومحدش طايقك وكل الناس بتهرب منك، صح؟ عشان انت شخص مثالي. مساء الخير يا باشا، جاي متأخر ليه؟ هو فين التأخير ده؟ الساعة 8 ودقيقتين وصلنا. طيب حس كده بقى، كان في ايميل بعت امبارح الساعة 12 بالليل، غريب شوية. لا انساه ده خلاص. انساه؟ انا هعمله فورورد للإدارة وانا بقول لك امسحه، ده حرف اتكتب غلط وصلحه. ايه المشكلة يعني؟ ما تخصنيش بقى يا باشا القصة بتاعته ايه، وبخصم براحتك. anyway. هبعت لها ايه دي؟ بنت حلوة أوي وعشان اكيد بيحصل معاك مواقف شبيهه. وليه الناس بتكرهني بالطريقه دي؟ والنهارده مدينه الكمال الزائف دماغستان هي اللي هتجاوبك. مع الموضوع بدا سنه 1906 تجربه القهوه المقدسه للعالم إليوت أورنسون. الراجل ده قرر يعمل تجربة غريبة شوية، جاب مجموعة من الناس وخلاهم يسمعوا تسجيلات لناس تانية، والناس دي كانوا بيقدموا على وظائف انترفيو. يعني كان مقسم الناس دي لمجموعتين، اول مجموعة منهم كانوا بيجاوبوا كل حاجة صح ومن غير اي غلط، المجموعة التانية كانوا بيغلطوا غلطات هبلة كده، زي ان مثلا يوقع كوباية القهوة على المكتب وعلى الهدوم. هنا المنطق بيقول ان الناس المفروض يحبوا الشخص العبقري اللي ما بيغلطش، ولكن الواقع طلع عكس كده. أرونسون لقي الناس بتحب الشخص اللي بيغلط، الشخص اللي دلق القهوة على المكتب وبهدل نفسه وبهدل المكتب. هي كانت تاتش عبقري من أرونسون، بس يا ترى ليه؟ اكتشفنا ان في اختلاف واحد بسيط ما بين التسجيلين. الشخص الأهوج اللي دلق القهوة قال في نص التسجيل: يا خبر ابيض، انا اسف، ده انا بهدلت المكتب خالص وبهدلت نفسي. والنتيجة الناس حبت النيرد الأهبل اللي بيوقع القهوة على نفسه أكتر بكتير من الشخص اللي ما بيغلطش. وبعدين الظاهرة دي اتسمت باسم برادفول إفكت، ولقيوا إن المخ هنا بيترجم الغلط على إنه حاجة طبيعية. يعني كطبيعة كل البشر كلنا بنغلط، إذا الشخص ده طبيعي يغلط برضه زيه، وممكن في يوم من الأيام أبقى أنا زيه. ولكن الشخص التاني ده كان باين إنه أقرب للإنسان الآلي أو الروبوت، زي ما يكون حساباته ثابته واحده، زي الموبايل اللي في ايدك ده كده، جرب اعمل فيه اي عمليه مستحيل يغلط. والكلام ده خلق شعور بالالفه ما بين اتنين بشر، مش انسان وآلة. كانك بتواسيه على غلطه، اللي هو ما تقلقش، كلنا بنعمل غلطات قبل زي كده، وكلنا كنا مكانك وعملنا حاجه زي كده. طيب يا ترى ليه بنكره الانسان؟ وليه بنرتاح اكتر للشخص اللي بيعترف بغلطه؟ لان ببساطه قوي كلنا عارفين داخليا ان مفيش حد مثالي، ولو افترضنا وجود هذا الشخص الخيالي هيكون مجرد من اهم حاجه عندنا واهم حاجه بتميزنا، وهي المشاعر. كانه بالظبط آلة، زي الموبايل اللي في ايدك، مبرمج على حاجه معينه وبيعملها بدقه وصح ومستحيل يغلط. والأدهى من كده مستحيل يتعاطف معاك لما تغلط لأنه ما يعرفش الغلط. ودي أهم نقطة، ضروري تتقبل الأخطاء من الآخرين علشان يتقبلوا أخطائك. لأنك لو بتحكم عليهم على طول إن هم مقصرين وإن هم دايما عندهم مشكلة، ده معناه إن هم مش هيقدروا يغفروا لك غلطتك. لأنك لو ما بتغفرش للناس التانية غلطاتهم، ده معناه إن مش هيبقى عندهم رصيد، أو أنت عندك رصيد ليهم إن هم يغفروا لك غلطتك أنت كمان. وبالتالي ظروف قهريه انت مالكش دخل بيها، الانسان اللي زي الآلة ده مش هيفهمها، مش هيحس بيها. زي مثلا نفترض حصلت لك ولا قدر الله حاله وفاه، تعبت فقصرت فطلع غلط. طبيعي اي انسان بيحس هيقدر، لان هو كمان اتحط في موقف زي كده قبل كده. ولكن الموبايل اللي في ايدك ده هيقدر؟ اهو الشخص المثالي زي الموبايل اللي في ايدك ده بالظبط، 1+1=2، مستحيل يغلط، عشان كده مش هيحس. ده بافتراض ان في شخصيه خياليه مثاليه فعلا. فبالتالي
هو شايف نفسه ان هو كده طبيعي، فبيبقى مستني من اللي حواليه يبقوا طبيعيين زيه، واي حد بيعمل اقل من كده بيبقى مقصر. وهنا بقى الرعب كله. يعني ايه ابقى شغال او معايا علاقه مع حد مش فاهم يعني ايه في ظروف ممكن تحصل قهريه وغصب عني اصلا؟ تخيل يا صديقي ان الموضوع ممكن يوصل لانك تبقى انت نفسك بتموت وهو بيكلمك بيقول لك الشغل المتاخر عليك فين. وده النتاج الطبيعي لاي حد بيحاول يجرد التقدير والمشاعر والانسانيه ويركز على الانتاجيه فقط. وهو للاسف عنده حق، لما مركز على الانتاجيه بس اذا كل المشاعر معوقات. ومن هنا بيتولد الكره. يعني ايه مش مقدرني وانا تعبان؟ يعني ايه مش عايز تديني يوم حتى اجازه اريح فيه؟ يعني ايه مش حاسس اني تعبت النهارده ما قلتليش حتى كلمه شكرا؟ وبالتالي بعد شويه مهما كنت انسان كويس وطيب هتبتدي تعامله بالمثل. انت ما قدرتنيش فانا مش هقدرك. تزود على كده كمان ان مهما حاولت تبرر هو ما بيحسش اصلا طالما مثالي. اذا كل همك الانتاجيه بس. وده يا عزيزي بيخلق تأثير كده ما بين الإنسان وأي حاجة مكسورة أو بايظة، بيبقى عايز يصلحها لأن بيتخلق ما بينهم عاطفة. زي ما تقول كده الإنسان بيحب الحاجة اللي شبهه، الحاجة المعيوبة. لكن المثالي ده تهديد عليك بالتقصير مدى الحياة. والبشر بالذات لو ما قدرتهمش وسقفت لهم كل شوية مستحيل يكمل، وهيتعب منك بسرعة جدا وهيزهق ويشوف فيك الشخص المرعب المخيف اللي مستحيل يرتاح معاه، المثالي. تفتكر احنا عايشين في فخ مثالي زي كده؟ والإجابة أيوة. السوشيال ميديا يا صديقي اللي انت بتتفرج عليها كل يوم دي بتصدر لك دايما الصورة السوبر اللي اتخذت بعد مليون شوت ومليون محاولة عشان تطلع بيرفكت من غير أي غلطة. وبالتالي الصورة البيرفكت أو المثالية دي بتبقى هي العادي، أو على الأقل بتوصل لك إحساس إن ده العادي بتاعنا. وده يا صديقي بيفسر ليه أي بلوجر بيعمل غلطة حتى لو عفوية، زي إنه مثلا اتلخبط في كلمة أو نسي حرف، الفيديو بتاعه بيفايرل وبيضرب في ثانية. للأسف الناس بقيت عطشانة لأي حاجة حقيقية، أي حاجة تجر تعاطفها. وعلشان كده أغلب البلوجرز اللي دايما بيطلعوا بالصورة المثالية بيبقوا مكروهين. وبالتالي في بعض الناس بتحاول تستغل الأخطاء علشان تعمل تفاعل انفجاري على الفيديو، ولكن مفيش زي ضغط الطبيعي. الناس بتحس بفرق. وزي ما قلنا التفاعل الانفجاري ده لأن الناس عطشانة لحاجة واقعية، عطشانة لتأثير برادفول. الموضوع مش سهل كده، الموضوع ليه شرط مرعب. لو انت اصلا بتغلط كتير فالناس هتلاحظ ان ده طبيعة شخص فاشل مش عارف يعمل حاجة كويسة. ولكن لو انت متعود على انك تبقى ناجح او متعود على انك بتعمل حاجات كتيرة كويسة وبتحصل منك فلاتات كده غلط، ده اللي بيديلهم التأثير ده، وده اللي بيضيف زي ما تقول رشة ملح على الموضوع. علشان كده التأثير ده عمره ما يظهر مع شخص مستسلم دايما او محبط دايما. يعني الناس بتعتبر ان كتر غلطاته دي ده الطبيعي بتاعه فخلاص. وبالذات الشخص اللي دايما عايش دور الضحية مستحيل يظهر معاه التأثير ده، لأن يا صديقي زي ما قلنا رشة الملح دي تديهم إحساس إن هم في يوم من الأيام ممكن يبقوا زيه. أنا ممكن أبقى شاطر بنفس طريقته، ممكن أبقى في مكانه وهو بيغلط زيي، وده اللي بيدور في دماغه ساعتها. علشان كده ما تخافش من غلطاتك، خليك طبيعي وما تحاولش تبين غير كده، وما تحاولش تبين المثالية. وافتكر إن أوقات النور ما بيلاقيش طريق يدخل منه غير من الكسور الشقوق. وخليك فاكر دايما إن مش كل الأسرار لازم تعرفها، بس اللي تعرفه هنا مستحيل تنساه.